يا مساء أو صباح الهنا على كل حبايب أكلات هنا. تعالوا نعمل مع بعض دلوقتي أكلة شعبية حلوة قوي مصرية، بتنفع في فطار وفي غدا وفي عشاء. صراحة أكلة جميلة متكاملة، ما بينقصهاش غير لو هنعمل جنبها بيض مسلوق مدحرج، تبقى فعلا الأكلة كمان فيها بروتين. أو هنسلق جنبها حمص الشام، يبقى كده برضو فيها بروتين. طبعا كله تبع رغبته وكله تبع اللي بيحبه وبيقدمه لولاده. والأكلة دي لو عملناها في البيت هتبقى موفرة جدا جدا. يلا نقول بسم الله ونبدأ ونشوف هنعمل ايه في أكلتنا. أول حاجة هنجيب ربع كيلو عدس بجبة، أو عدس أسمر زي ما انتي بتعرفيه، أو زي ما هتروحي للعطار هتقولي له عايزة ربع كيلو عدس بجبة. هتغسليه كويس جدا وهتديله 3/4 سلقة. أنا عايزاه يوصل لمرحلة إن هو فعلا يكون عدى 70% سوا، وهتبتدي إن انتي تصفيه وتحطيه على جنب. بعد كده هنجيب كمية البصل اللي انت عايزة تعمليها بقى لكمية الكشري اللي انت عايزاها. اشمعنى كشري المحلات البصلة بتاعته بتبقى ناشفة وجميلة؟ طبعا هم مش بيحمروها بس زينا في الزيت، لا هم بيعملوا الأول معلقة نشا على معلقة دقيق وبيقلبوهم مع البصلة بتاعتهم. طبعا هم عندهم كميات، فبيحطوا نشا كتير مع معلقتين 3 دقيق ويقلبوا ده كله. وبعد ما بيقلبوا البصلة بتاعتهم، وطبعا كل حتة في البصل تتشرب من الخلطة دي، بعد كده بيبتدوا ان هم ينفضوها او ينشلوها ويحطوها في كمية الزيت اللي هتتحمر. هتلاقي البصل معاكي فعلا مقرمش وجميل وانتي بتحمريه. كمية الزيت اللي انتي هتحمري فيها دي هتنفعنا طول الطبخة، مش هنرميها. وهبتدي ان انا انشر البصل واحطه على مناديل، على ورق، يبتدي ان هو يصفي الزيت بتاعه، واخليه ينشف على جنبه. وهجيب عندي كيس مكرونة نص كيلو او زي ما انتي عايزة. شوفي كمية الافراد اللي هياكلوا مثلا النهاردة الكشري هيبقوا قد ايه، هتعملي على اساسه المكرونة. وما نزودش في المكرونة قوي عشان احنا لسه عندنا حلة كبيرة فيها كشري. فلو هتعملي ربع كيلو مكرونة هيقضي، نص كيلو مكرونة هيقضي. سلقتيه وخلصتيه وحطيتيها على جنب، اديها برضو نص سلقة. انا مش عايزة الحاجة تبقى مستوية على الاخر. هاجي بقى للأهم حاجة، حلة الكشري نفسها هنعملها ازاي. هجيب جزء من الزيت اللي انا حمرت فيه البصلة وهحطه على طول في حلة، وهنزل عليه بربع كيلو شعرية. ادخلها انها تبقى توصل لمرحلة الاحمرار اللي انتوا شايفينها دي. بعد ما حمرت الشعرية بتاعتي، انا هنا اكني بالظبط بعمل رز عادي. هنزل بعد كده بالرز المغسول. طبعا انتي مش عايزة تزودي قوي، بحيث ان الاكلة لو ما بتحبوش تبيتوا الاكل، هتنفع اليوم واحد تعملي نص كيلو رز بس على ربع كيلو الشعرية. وكان عندنا قبل كده قلنا ربع كيلو العدس الاسود او العدس ابو جبة. يبقى كده الطبخة كلها في الحلة مش هتعمل لها كيلو بالظبط، مع ربع المكرونة هتبقى الحاجة كلها بسيطة وتخلص في نفس اليوم ان شاء الله. او لو حتى هيتبقى الكشري لتاني يوم، هو بيفضل جميل مهما يتسخن، حلو جدا. هتقلبي الشعرية مع الرز بتاعك، ياخد كده تشويحة مع بعضهم الاول. وبعد كده انتي طبعا اكنك بتعملي رز عادي، بس اللي هيفرق ان انتي هتدخلي دلوقتي العدس ابو جبة معاكي، وهتتبلي الاكلة بتاعتك بملح وكمون بس. في الكشري احنا بنحط ملح وكمون. في ناس بقى بتحب تحط برضو مرقة فورية عشان تعمل طعم حلو جدا للرز. طبعا هما كل واحد طبعا تبع ما هو بيحب. هتنزلي بمية سخنة من البويلر، بحيث ان الاكل بتاعك يستوي حلو وما ياخدش وقت على النار. وتقلبي كويس قوي اكنك بتعملي رز بالظبط. كل اللي هيفرق ان انت زودتي العدس، والعدس احنا قايلين ان هو مستوي 70% او اكتر كمان، عشان ما يبقاش العدسة مش مستوية والرز يستوي قبلها. بعد بقى ما صفينا المكرونة بتاعتنا وشطفناها وخليناها ان هي ما فيهاش اي نسبة نشا، هاجي بمعلقة زيت من بتاع الكشري بتاع البصل اللي احنا حمرنا برضو فيها، هجيبها وابتدي ان انا اقلب فيها المكرونة تقلبتين 3 كده على نار هادية بسيطة. انا قلت في الاول المكرونة مش هنسلقها 100%، يا دوبك بس هتستلق مثلا 70%. وهناخد دلوقتي تحميصة كده بس مع معلقة الزيت، وهنحطها على جنب ومكشوفة برضو عشان ما تتعجنش مننا. هاجي بعد كده اعمل دلوقتي التومة بتاعت الصلصة.
انا نزلت بمعلقتين 3 زيت على معلقه توم، على معلقه على نص معلقه فلفل اسود مع كمون مع الملح. اللي عايز ما يحطش فلفل اسود ما يحطش، كده كده الاكله كلها احنا بنستعمل لها ملح وكمون بس. وهنزل بالطماطم المفرومه وابتدي ان انا اسبكها. والرز بتاعي مع الكشري شايفين طالع مفلفل وجميل، وفعلا مش محتاج غير ان انا اغرف. طب كده فاضل حاجه بسيطه ما نقدرش ناكل الكشري من غيرها، الدقه طبعا. هجيب معلقه زيت وهنزل عليها بمعلقه توم مفروم. احنا هنا هنعمل دقه عاديه، مش هنعمل لها يعني مش دقه زي بتاعه المحلات، دقه عاديه احنا بنعملها في بيوتنا كلنا. فبعد ما حطيت معلقه التوم مع الزيت ودخلتهم شويه تحميره، هنزل عليهم على طول بمعلقه الكمون برضو. وكل دوت وانا التوم بتاعي لسه ما دخلش في ان هو يتحرمش قوي او يحمر قوي. عايزه اقول لكم في المحلات بيمسكوا معلقه الزيت الاول يحمروا فيها الشطه وبعدين ينزلوا عليها بالخطوه دي، لكن احنا هنا مش عايزين الدقه تبقى مشطشطه قوي زي بتاعه المحلات. احنا عايزينها تبقى ايه، عندك اولادك، عندك حد من الاطفال مش عايز برضو حاجه مليانه شطه، فاحنا هنحط على قد القد شطه، قد القد توابل. مش عايزين حاجه يا جماعه تتعب ولادنا، ولا يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي تعمل حموه عليهم. وهنزل على طول بمعلقه البهارات مع معلقه بهارات بسيطه من ال7 بهارات، مع معلقه كزبره ناشفه، مع سنه شطه بسيطه، واقلب ده كله مع بعضه مع التومه. وهطفيها ده كله بقى بايه، بخل. انزلي بقى بخل وبكوبايه ميه وزودي ده كله مع بعضه. حابه تزودي بقى كمان ليمونتين في الدقه، قطعي وحطي ليمونتين براحتك. وهيبقى فاضل عندك ان انتي تظبطي الطبق بتاعك. هتحطي راق من الكشري وفوقيه راق المكرونه والبصل الجميل المحرمش وصلصتك الحلوه ودقتك الحلوه وكده، وبألف هنا وشفا. طب اللي عايز يعمل بقى كمان الشطه بتاعت المحلات احنا قلنا عليها، هتنزلي الاول بمعلقه زيت من بتاع البصل وتحمري فيه معلقتين 3 من الشطه العاديه الحمراء، وتطفيهم بخل وبسنه كزبره. ودي برضو بتبقى صعبه جدا، انصحكوش تعملوها. وبألف هنا على قلوبكم، والسلام عليكم.